عسلامة عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم لمسات لينوشا. اليوم خممت فيكم وجبت لكم لمجة للصغيرات. عندك بهم الصغيرات يرجعوا للمكتب، دونك نبداو نخمو شنو باش نحطو لهم في فطور الصباح، شنو يهزو معاهم في الكرتبة متاعهم. دونك دوكو حبيت نودكم بالروسيت هذيا. دونك نبداو الوصفة متاعنا مع بعضنا. انا اول ما بديت بكعب عظم، رشة ملح اللي لازم منها، كيس سكر، ومن بعد نقعد نخلط الخليط هذا متاعي بالكدا حتى لين يذوب السكر ويبيض لي الخليط شويه. نزيدهم من بعد كيس حليب. ليسونسيال انا كي نستعمل الكيس هذيك هو نبدا بيه من الاول للاخر، ونفس الكيس عملت بيه زاده كيس زيت. خلطت المكونات بالكدا. بالنسبه للكيس اللي استعملته انا هو الكيس الترابل سي هذيك اللي يهز 100 مليلتر. نزيد بعد ما نكمل نخلط هذوما نزيد كعبة ياغورت، تحطوا القول اللي عندكم، شوية اكستري دو فاني والا سكر فاني اللي عندكم زيتا، وتخلطوا. ومن بعد نبداو نزيدوا في الفارينة. دونك بالنسبة للفارينة دو بريفيرونس نغربلوها باش تجينا هكا الكيك متاعنا يجي هكا هش وبنين. دونك انا بالنسبة لي انا خذيت لي ثلاثة كيسين فارينة، ونزيد الخميرة متاع الجاتو. دونك واحدة خميرة متاع جاتو. بالنسبة للخليط هكا ماذا بينا نتحصلوا على خليط مش عاقد برشا ومش جيري برشا زيتا. تو تشوفوا القوام متاعو كيفاش يبدا. دوب ما يحضر احنا ديجا نكونوا حضرنا بالمسبق المول متاعنا اللي باش نحطوا فيه. انا استعملت طبق 30 على 40. دونك غلفته بورق الزبده وصبيت فيه الخليط متاعي. بالنسبه اللي ما عندوش ورق زبده مش مشكل، ينجم يعمل زيت ولا زبده في الطبق متاعو، ويعملوا بالفارينه بالكدا ومن بعد يصب فيه الخليط اللي حضره. دونك بالنسبه لي انا صبيت الخليط متاعي واستويته، وباش ما يجينيش هكا بارتي عاليه وبارتي واطيه، وبعد خليته شويه منه باش زدت الكاكاو باش نزين به من فوق. بالنسبة للخليط اللي تبقى لي زدته مغرفة كاكاو وزدته شوية حليب باش هكا يتحل شوية في وسط الخليط اللي أنا حضرته. خلطتهم مليح ومن بعد حطيتهم في ساشي أليمونتير. نقبتها هكايا وعملت خطوط على الكيك متاعي. بعد على دان كوردان ولا هكا طرف سكينة ولا مغرفة تعملوا هكا خطوط باراليل، ومن بعد ترجعوا بالتوالي كيقولش عليكم تزينوا في ملفاي. وانتخطون نخليو الفرن تاعنا يسخن، ندخلوها تطيب ما تاخوش برشا وقت، جست 10 دقائق 12 دقيقة ماكسيموم وتكون حاضرة كيما هكايا. دونك نخرجوها ما نخليوهاش في الفور باش ما تعرقش على البابيي، وبعد نحيوها ونقسموها على 2. ديجا شوفوا محليها كيفاش تخرج جست بالزينه نتاع الكاتو. دونك انا كيما قلت لكم باش نقسمها على 2، وانتر طون باش نحضر شويه شوكولا. دونك انا عملت شويه شوكولا ذوبتهم في شويه زيت، ومن بعد عملت عليهم شويه حليب ما كثرتش باش تقعد هكايا عاقده شويه، وبعدها حطيتها في النص الاولاني متاع الكيك متاعي، وحطيت عليها النص الثاني. بالنسبة للقيس تنجموا تقيسوا بالعين كما تنجموا تقيسوا بمسطرة. دونك انا استعملت مسطرة باش قستها الحقيقة. دونك تظهر لي تجي منظمة خير كيكة. انا قبل ما نقصها وكل نحيت الاطراف متاع الكيك، حاولت هكا نستويها باش من بعد هذوكم تحبوا ما تنحيوهمش ما تنحيوهمش، اما بالنسبة لي انا نحيتهم باش تجيني هكا مرتبة خير. قصيت الكيك متاعي على 2، ومن بعد حضرت جاناش وشوكولا. انتم تنجموا تحطوا اللي تحبوا، انتم تنجموا تعملوا معجون
كريم موسلين، تنجموا تعملوا شوكولا كيما عملت انا. عملت شوكولا ديجا معها شويه زيت ذوبتهم ومن بعد زدتهم شويه حليب وخدمتهم. بون ما صبرتش عليهم معناها جات سايله شويه، مي باغ كونطخ تنجموا تخدموها بالباهي وتجيكم غاناش مزيان. ان شاء الله مره نعملوه مع بعضنا ونهبطوا على القناه. دونك من بعدها قصيت الكعبات متاعي، قصتهم بالكعبه بالكعبه كيما قاعدين تراو. دونك شوفوا معايا النتيجه كيفاش تجي مزيانه وخفيفه. احنا ماذا بينا ما تجيش عاليه خاطر باش نحطوا طبقتين ديجا على بعضهم، ونكمل نقصهم ونرجع لكم. وهذه كانت النتيجة. نودكم ولا نشهيكم يجيو خفيف وبنان. كما قلت لكم تنجموا تعتمدوهم تخليهم لفطور الصباح لللمجة. حاجة سهلة واقتصادية وفي ساعة تحضر. دونك استنوني في دبارات جدد و اتري بيانتو. سلامة.